جبت لك ورقه فيها تكاليف الفرح وحاولت اوفر فيها على قد ما اقدر. ايه ده دي اسعار ولا اكواد؟ ايه الارقام دي مالها كبيره كده ليه؟ فستان فرح من 20 ل 30,000، ميك اب ارتست 15,000، ويدنج بلانر 80,000، فوتوغرافر 25,000. لا هو بتقولي لي متوسط الاسعار؟ ايه البجاحه اللي انت فيها دي؟ لا انا مش موافقه على كل التكاليف اللي في الفرح دي خالص، بس انا عايزه اعمل فرح، دي ليله العمر. بفلوس الفرح دي ممكن نسافر اسبوع ولا 2 بره مصر، يعني نعمل فرح وتروحي شرم الشيخ 4 ايام 5 ليالي، ولا تروحي المالديفز وتنزلي البحر اللي شبه الديسك توب ده. السفر ممكن يتعوض في اي وقت، بس الفرح مش ممكن هنعوضه في يوم تاني. هنعمل فرح بعد ما يبقى عندنا عيلين. انت عارف انا مستنيه اليوم ده بقالي قد ايه؟ انا مستحيل اضيع احساس الفرح والفستان الابيض واحساس الفيرست لوك وانت بتعيط لما تشوفني. تعيط ليه؟ ما انا متوقع اني هلف الاقيكي بفستان الفرح. هو انا هلاقيكي باسدال الصلاه يعني؟ تعيط من فرحتك بيا وانت شايفني عروسه. شكلك مش هتعيط في الفيرست لوك، انت مشاعرك مش فياضه. خلاص يبقى نعمل فرح صغير تكاليفه تبقى قليله شويه. اصل بالعقل كده ليه ندفع كل ده في 3 ساعات عشان الناس تيجي ترقص وتاكل ويتريقوا علينا؟ انت عارفه هيقولوا عليكي ايه؟ الفستان الوحش ده، الميك اب المعفن ده، الاكل القليل ده، وهيتريقوا عليا وانا اصلا ما بعرفش ارقص. هو انت بتنزل بسقف توقعاتي ليه؟ انا عاوزه اعمل فرح كبير زي ما الناس هترقص احنا كمان هنرقص وننبسط، وبعدين ما هما بيرقصوا من فرحتهم بينا، وانت اجتهد وان شاء الله تعرف ترقص يومها وانا هبقى ساعدك. وبعدين ما احنا اتريقنا على امه لا اله الا الله، عادي ما يتريقوا علينا، انا متقبلاه مش زعلانه. وبدل البوفيه هنعمل لهم اطباق، مالكش حجه. يا بنت انت بتفكري ازاي؟ انت عارفه بستله الالوان بقت بكام وتكاليف الصنايعيه بقت ايه؟ وانت كل تفكيرك في جرب وارواب اصحاب العروسه. لا ما تقولش، انت كمان مش عاوزني انا واصحابي نتصور بالارواب؟ انا مالي ومال بستله الالوان؟ ما انا جايبه صيني وطقم معالق و50 فوطه و500 ملايه ومفرش سرير بامبا يهبل كده. ما اتكلمتش. ماما واخواتي لو عرفوا ان احنا مش هنعمل فرح ايه اللي ممكن يحصل؟ ده لا يمكن يوافقوا ابدا. هم مالهم اصلا؟ هو فرحهم ولا فرحنا؟ وانا مش بنتهم ونفسهم يشوفوني عروسه؟ وبعدين عندي فكره هايله، احنا ممكن نستغنى عن اوضه الاطفال وبفلوسها ندخلها في تكاليف الفرح والهاني مون. فكره حلوه مش كده؟ ما احنا كده كده مش هنخلف على طول. يعني انت بتاجلي اساسيات علشان كام ساعه وكام صوره؟ هو الفرح هيضمن لك السعاده الابديه اكتر معايا؟ هيضمن لك مثلا اني عمري ما اخونك؟ ما ممكن اعمل فرح واخونك برضه. انا كده كده كنت حاسه انك هتخوني، عاوز تتجوز سكتي عشان صحابك البنات ما يعرفوش انك اتجوزت وتقطع برزقك. انت خاين، خليهم ينفعوك. يا بنت استني ما خلصناش كلامنا، ده انا كنت اخدك هانيمون في اتينا ونروح من مينا لمين، علشان هي ليله العمر والطرفين لازم يقضوها بالشكل اللي يفرحهم من غير ما نضغط بعض بتفاصيل ممكن ما تكونش مصريه. مهم الطرفين يفكروا مع بعض ويتشاركوا في القرار من البدايه خالص مع مراعاه البادجت المتاح. يعني لو في بادجت كبيره ما نعمل كل حاجه فرح وهانيمون، اما لو الدنيا مزنقه فلازم يبقى في اتفاق مسبق علشان ما ننكدش على بعض قبل الفرح بكام يوم. تفتكروا ارجع اكمل الجوازه ولا لا؟ انتوا لو مكاني تعملوا ايه؟